قصة هاد الجريمة قد غتخليك تشك في أقرب الناس ليك، والبطل ديالها استحق جائزة الأوسكار في التمثيل. في 13 غشت 2018 كريس واتس ولا حديث مدينة فريدريك بولاية كولورادو بعد ما بلغ الشرطة باختفاء الزوجة ديالو شانن وجوج بنيات صغار. بعد ما تداولوا الصور ديال كريس واتس والزوجة ديالو والبنتين ديالو، لقى تفاعل كبير مع الناس وسكان ولاية كولورادو. وظهر كريس واتس مجموعة ديال اللقاءات الإذاعية وهو كيعبر على الحزن ديالو والأسى لاختفاء الزوجة ديالو والبنتين ديالو، الشيء اللي خلى الساكنة أنها تضامن معه وتأثر كذلك بهذا الاختفاء هذا. من بين المقاطع الشهيرة ديال كريس واتس اللي غادي تشوفوها دابا هو تيقول على أنه ما باغي والو من غير أن الزوجة ديالو والبنتين ديالو يرجعوا. I just want them back. I just want them to come back. And if they're not safe right now, that's what's tearing me apart. Because if they are safe, they're coming back. But if they're not, this has got to stop. Like somebody has to come forward. بعد تفتيش الشرطة لمنزل كريس واتس تلقاو على أن ما كاينش هنالك آثار اقتحام. الشرطة رغم المجهود ديالها وغياب الأدلة ما كانش مرتاحة للبرود اللي ظهر به كريس واتس، وفي واحد النهار غادي يحضر الدليل اللي غادي يشكل نقطة تحول في مسار الجريمة. الجار ديال كريس واتس غادي يقدم تسجيل ديال كاميرا المراقبة اللي كيبين على ان كريس واتس في يوم الاختفاء ويوم التبليغ ديالو لاختفاء الزوجة ديالو والبنتين، كريس واتس كان خارج مع 5 ديال الصباح وهاز في يدو مجموعة ديال الاكياس من البيت ديالو تيعمرهم في الطوموبيل بشكل سريع وظاهر عليه التوتر. وهنا الشرطة غادي تخلي تركيزها كامل على كريس واتس وغادي يتم التحقيق معاه مباشرة وغادي تواجهوا بتسجيلات كاميرا المراقبة. بطبيعة الحال كريس هنايا غادي ينكر جميع التهم الموجهة إليه بحجة أن تسجيلات الكاميرات المراقبة ماشي دليل قاطع، لكن الشرطة غادي تكتشف البحث ديالها وغادي تكتشف على أن كريس هو على علاقة بزميلة معاه في العمل وكان مقرر على أنه يبدأ معها حياة جديدة. وبعد الضغط عليه أخيرا كريس واتس اعترف على أن ما كاينش هنالك اختفاء للزوجة ديالو والبنتين ديالو، وإنما جريمة قتل تمت داخل البيت، والبطل ديالها والمجرم حقيقي هو كريس واتس. بكل برودة كريس واتس غادي يقتل الزوجة ديالو والبنتين ديالو بسبيل أنه يبدأ حياة جديدة. قرر كريس أنه ينهي الحياة ديال الزوجة ديالو والبنتين ديالو. الصدمة كانت قوية على سكان مدينة فريدريك نظرا للصورة اللي كان راسمها كريس في مواقع التواصل الاجتماعي على أساس الحياة السعيدة اللي كان عايشها مع الزوجة ديالو والبنتين ديالو، شيء اللي تخلينا نفكروا مزيان على أن الصور اللي تنشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي تقدر تكون من إنتاج كريس أو من واحد